أنا هو هداك اللي كيقولوا عليه طلعت تاكل الكرموس، أنزل شكون اللي قالها ليك. إوا خليكم معايا حتى لآخر القصة باش تفهموا اش طرا ليا وما جرى ليا في حكايتي. نبدا لكم من الأول. أنا كريم، إنسان مثقف، خدام على قد الحال، على والديا قراوني تمحنوا عليا أنا وخوتي. خواتاتي البنات ما يسرش لهم الله، جوج خواتات، كل وحدة طرا ليها مشكل في زواجها، وكل وحدة فيهم طرا ليها مشكل مع الزوج ديالها وتفرقت معاه ورجعت لدار الوالدين. بحكم اني كنت الاخ الكبير، صدر الحنين اللي مهلي فيه ومهلي في الوالدين، ما كنتش قدرت نتخلى عليهم، بقيت معافى معاهم اللي قسم الله. والصراحه خواتاتي لهما للوالده كانوا مقاتلين معايا، يعني ما كيتقلوش عليا، وديما كيشجعوني على الزواج، ديما باغيين يشوفوا وليداتي وباغيين يفرحوا بيا. وتانا ما كرهتش، ولكن ما لقيتش بنت الناس اللي كنتمنى. قلّبت وسوّلت ووصّيت، ولكن بحكم الخدمة ديالي، خدمة اللي شوية صعيبة، فما كنتش كنقدر نتلاقى مع البنات بزاف ونتعرّف عليهم، خلّيت الأمور بيد الوالدة. قلت لها: "أنا كنثق في الرأي ديالك، في الذوق ديالك، شوفي لي شي بنت الناس اللي غتفاهم معاك أنتِ وخواتاتي، والحياة دابا صعيبة وما نقدرش نكري ليها دابا، أنا يلاه نقاتل مع الزمان، من الأفضل أنها شي وحدة تتفاهموا معاها وتسكن معاكم." قالوا لي: "وعليه، نتوكلوا على الله." فعلًا قلبوا ليا لقاو واحد بنت الناس اللي معقولة حتى هي وباغا تستر راسها وباغا تبدا من الزيرو. توكلنا على الله، تعرفنا، جاو عندنا، جينا عندهم، شافوا خواتاتي، عرفوا الظروف ديالي باني كنصرف على خواتاتي لانهم بجوج طلقوا، وحده عندها وليد وحده ما عندهاش، ولكن كيقلبوا على خدمه كيبريكولي، وحنايا بغينا زعما شي بنت الناس اللي تعيش معانا على قد الحال. فعلا هاد السيده حتى هي كانت قاريه واعيه، ولكن كانت درويشه، وكيف كيقولوا: يا من تحت السواهي دواهي. بانت لينا إنسانة معقولة وباغا تعيش على قد المستطاع، ولكن هي كانت كتبلاني ومن تحتها. المهم الوالدة مشات عند الوالدة ديالها، دوات معاها، شافت البنت، حددنا النهار اللي غادي نجلسوا معاهم ونهضروا جميع ونشوفوا بعضياتنا، نديرو ديك النظرة الشرعية. هذاك الشيء اللي كان، مشيت وشفتها، تبادلنا نوامر ديال التليفونات، هضرنا شويه في التليفون، اشنو انت كتبغي، شنو انت كتبغي، شنو هادي شنو هادي. المهم حاولنا نتفاهموا. انا نقصت كواريا، قلت لها: لا انا ما بغيت منك حتى شي حاجه، الا جاب لك الله شي خدمه وخدمتي مزيان، بحكم انها قاريه وعندها دبلومات ولكن ما تيسالش لها الخدمه. قلنا لها: مزيان، ما جابش لك الله ما كاين حتى مشكل، احنا نتقاتلوا مع الزمان، غير انايا بغيتك تفهمي لي مع خواتاتي والوالده ونجمعوا شي رزيق وديك الساعه ندفعوا في شي بارتمان. قالت لي: وعليه. وداكشي اللي كان، بدينا كنوجدوا العرس، عطيتها اللي قسم الله الصداق، وقلت ليها: انا العرس ما نقدرش نديرو، ولكن غنديرو شي حفيله صغيره اللي غادي نفرحوا بها وننشطوا شويه وتلبسي انت كي الناس وتصوروا التصويرات يبقاو عندنا. قالت لي: ما عنديش مشكل، المهم السيده اللي قلتيها ليها سمن وعسل، السيده ما كتحركش الدجاج على بيضتها. وانا فرحت والوالده فرحات وخواتي فرحوا، واحد البيت صبغناه قديناه وجدناه، جبتها عزلات اللي بغات في الفراش ديال البيت النعاس، جهزته دهزته على قد جهدي. المهم الصراحة أنا كنت كنتمنى تكون عندي داري بوحدي ونكون مستقل، ولكن بحكم ظروفي المادية ما كانش ممكن نبدا الزواج ديالي من البداية في دار ديال الكرا، لأنه فعلًا الكرا كان غيهرسني بزاف، فقلنا نبداو مع الوالدين. فعلًا دازت الأيامات الأولى ديال الخطبة سالات، تجهيزات، من بعد درنا ضرب الصداق وجبنا العروسة عندنا للدار، من بعد درنا ديك الحفيلة الصغيرة، دازت الأمور على ما يجب. السيدة النهار الأول بينات لي بأنها ما مرتاحاش، كانت شوية متوترة، خايفة، ما باغاش تاخد راحتها، لأن كتقول لي: غيسمعونا، غي هادي، غي هادي، غي هادي. كنقول أنا فعلًا راه عندها الحق، راه صعيبة تكون وسط بارتما صغيرة اللي فيها جوج ديال يعني جوج د الخواتات اللي هما أصلًا فايت فيهم الزواج والأم والشيخ، شوية القضية صعيبة، ولكن قلنا نتعايشوا مع الأمور. أنا من بعد ما دازت المدة ديال ديك المدة 7 أيام الأولى ديال الزواج ديال المشماش، وليت كنخرج الصباح للخدمة وكنخليها مع الوالدة ومع خواتاتي، كنجي في العشية اللي قسم الله كنجيبو ندخلو للدار، وداك الشي اللي السقاطة اللي كتبغي وداك الشي كنحاول نفرحها بأبسط الأشياء.
كندخلهم ليها، كنلقى السيده موجده مقاده ماكيه ما مقصراش. راك عارفين العيالات فاش كيبغيو شي حاجة كيحطوها في دماغهم. المهم السيدة كانت كتحاول تفرحني بأي طريقة، وأنا كذلك كنت غادي معاها في الهيت ديالها. شوية ولا كتخلق ليا مشاكل، اختك قالت ليا، اختك فعلت ليا، حطيتها لي في الثلاجة ما لقيتهاش. علاش تعطي لختك هادي، علاش تعطي ولد اختك؟ قلت لها بنت الناس النهار الاول انا قلت لك راه عندي ولد اختي صغير، راه با ما كيعطيش النفقه، راني كنتعاون مع اختي حتى هي كتبريكولي هذا. لا، وهذيك الجدريه اللي غتعطيها لا زايده فيا، وانا خصني الصالون وخصني نتقاد وخصني الحمام وخصني 4000 خصني 3000 خصني. المهم كنقول عروسه جديده معليش كنعطيها اللي قسم الله. المهم المتطلبات ديالها بداو كيتزادوا شويه بشويه، وانا نهار الاول شرحت ليها الظروف ديالي الماديه، هي اللي كان دارها في خاطرها علاش انا نصرف في الدار، يعني التقضيه والما والضو كنعاون فيه الوالدين، وكذلك ندور مع خواتاتي. يعني وليت غير كندخل كطل اشنو جايب، عندك نعطي شي حاجه لاختي، عندك ندور مع اختي الاخرى، عندك ندخل شي سقاطه ولد اختي. المهم وليت انا عايش في الرعب، ما حيلتي ندير لها الخاطر، ما حيلتي ندير الخاطر خواتاتي، ما بغيتش نبين ليهم زعما راه تبدلت عليهم فاش يلاه تزوجت. المهم راكم عارفين، واحد النهار دخلت لقيتها كتبكي وكتخنن، ولاو داروا ليا وعيروني وقالوا لي الله يهديك بنت الناس والو. وكنبغي نقرب لها في الفراش لا، وانايا هادي وانا ما واخداش راحتي، وانا كنبغي ندير شي حوايج وانا هادي وانا. قلت لها انا بنت الناس حتى انا، ولكن انا الغالب الله. المهم تقول لي واحد الاقتراح، اجي علاش ما نمشيوش واحد النهار نخرجوا نسافروا نبدلوا الجو. قلت لها واخا الظروف ما مسامحاش، قلت لها واخا معليش نمشيو نتوكلوا على الله. مشينا سافرنا واحد اليومين واحد المدينه قريبه. صراحه هذيك اليومين دازت احلى ايام العمر كيف كنقولوا، احسن من الايام الاولى ديال الزواج. يعني بحال يلاه دوزنا شهر العسل. وراتني فيها شي حوايج عمرني ما شفتهم. نشطنا ضحكنا فرحنا. قالت لي واش شتي، ودابا انا راه كنبغي ندير لك الحزام الاسود والحزام الاحمر ونديروا الجيدو التايكواندو في غرفه العمليات، والفاهم يفهم. ولكن راه مع خواتاتك والدار والوالدين راني كنحشم وكذا كذا. قلت لها حنا نشوف كي نديرو داكشي، كنت غنحاول نقص شويه زعما من داك المصروف اللي كنعطي للوالدين، وداكشي اللي بقى نبداو نخبيو شويه بشويه وندفعو في شي بارطمون وهذا. قالت لي خبي عندي. قلت لها ماشي مشكل، نعطيك شي حاجه ونخبي عند الوالده شي حاجه. المهم السيده انا حسيت بها باي وجه كان خاصني ما نبقى نعطي حتى ريال لدارنا. هذاك الشيء نعطيه لدارنا باغا تشدو هي، هذاك الشيء اللي غنصرف بيه باغا تشدو هي. المهم بغات تكون هي المسيطره. أنا بحكم أني يعني ولد الوقت وكان جايل وعارف وكنجلس مع الناس في القهوة وهذا، كلشي كيقول لك رد البال، ما تسيقش باقا عروسة جديدة، ما تسيقش، ماشي أنا اختاريتها، يعني تعرفت عليها بسرعة، تزوجنا بسرعة. ما بغيتش زعما نحط لها كاع الأسرار ديالي نحطهم ليها. هي الصراحة أنا كانت عندي واحد البركة كناخدها من الخدمة، وكنت كنبريكولي في الأيام اللي كتكون عندي الخدمة خفيفة. هادوك الفلوس اللي كنبريكولي بيهم كنت كنخبيهم عند الوالدة، يا كنحطهم في البنكة يا كنخبيهم عند الوالدة. وأنا عند بالي راه هي ما عارفة والو، ولكن هي سايقة الخبر لكلشي ورادة البال الكبيرة والصغيرة، وكدير ديك تبهلة. إوا حنا قلنا معليش حنا سايرين، هي كدير تبهلة من جهتها وانا تبهلة من جهتي باش نخليو المركب يسير. بالنسبة للوليدات قلت لها ما كرهناش زعما نديرو شي وليدة شي بنية. قالت لك لا باقي العام الأول باقي ما تفاهمناش باقي هذا، تناخدو راحتنا نديرو دارنا. قلت بصح نيت السيدة راه هز ليا الهم. واحد النهار من الأيام كانوا دارنا عندهم واحد العرس في البلاد وغادي يمشيو، وبحكم ان خواتاتي ما خدامينش فقال لك حتى هما يمشيو مع الوالدين ويخليو لينا الجو، يعني الدار تكون خاويه واحد مده معينه. راكم عارفين الناس ديال البلاد كيبركوا ديك 7 ايام تقريبا. فانا صراحه عجبتني الفكره، فرحت عطيتهم اللي قسم الله باش يركبوا باش يتقداو باش يديروا الكادو وداك الشيء، وحتى هي فرحات وكل شيء. في هذيك الفترة أنا كنت جمعت واحد الحصيصة اللي حصيصة يعني لا يستهان بها، خليتها عند الوالدة، والوالدة حطاها في واحد البلاصة في البلاكار وسد عليها. راكم عارفين العائلات الكبار كيديروا السنسلة والساروت ويكمدوا مساكن. المهم المرأة
كانت ديما كتقول لي: "علاش امك كتسدّك الماريو، علاش امك ديما تدّي الماريو، واش خايفة مني أنا اللي برانية نهز ليها؟" كنقول لها: "الله يهديك بنت الناس، هذاك الماريو هذاك هو بيت الخزين ديال الوالدة، يعني راه سادّاه حتى على خواتاتي وسادّاه على كلشي، تما فين حاطة أسرارها كلهم، فين داكشي كاع اللي مهم عندها، ذهبها، فلوسها، وراقينا تما جامعاهم." وهي والو خاصها تعرف هداك الماريو أشنو فيه، هذا إلا ما كانتش عارفة ودايرة تبهلة بحال ديما. المهم أنا ما ديت ما جبت، واحد النهار ملي مشاو الوالدين جيت أنايا كاع الأيام دخلت، لقيت السيدة مبدلة، لابسة في شكال ودايرة العشاء كي داير بالورد وبالشموع وداك الشي في شكال. قالت لي: "شوف فلان أنا الصراحة بغيت نعيش معاك كل الحياة وبغيت ندير معاك وندير معاك وندير معاك ونبرعك وتبرعني وهذا." قلت لها: "ما كرهناش وهذا." قالت لها: "واخا." قالت لي: "أنا بغيت ندير معاك وندير معاك ولكن خفتك تفهمني غلط." قلت لها: "علاش غنفهمك غلط؟ لا بالعكس." المهم قالت لي: "أنا كنبغي واحد النوع ديال المعاملة فاش نكونوا زعما في ديك اللحظة الخاصة ديالنا، واحد النوع ديال المعاملة." قلت لها: "أما هو؟" قالت لي: "وراك زعما أنت عارف وهذا." قلت لها: "اشرحي لي وضحي لي." قالت لي: "لا أنا خفت نوضح ليك وأنت تفهمني غلط ولا." قلت لها: "لا بالعكس هذا الشيء زعما خاص يكون الصراحة بين الزوجين." وفعلًا اللي فهمت منها أنها باغا داك الشي يكون يعني بالعنف. والصراحة أنا كنت خايفة، قلت لها: "أنا نخاف نأذيك، نخاف ندير شي حاجة تقلقك." قالت لك: "لا ما تشطنش، ما تهزش الهم، ما حتى حاجة." المهم أنا الوالدة فاش كانت غادة كتوصي فيا وكتعاود قالت لي: "راني لاحظت شي تصرفات على ديك السيدة اللي ما عجبونيش، رد بالك، ما تثيقش، جمع وراقيك، دير لي." حيت الوالدة عارفاني أنني إنسان نيّة. المهم السيدة قالت لك باغا واحد الطريقة في الشكل، قلنا واخا. دخلنا sur انترنت قلّبنا، حاولت ندير لها خاطرها، وأنا غير كنحاول ندير لها خاطرها ولكن رَد البال. السيدة كتقول لك: "لا فورسي، لا ماشي مشكل، لا شوية." كتقول لك: "بغيت الصمتة، بغيت البزيم، بغيت ما تخافش، ما دير غير ضرب، غير دير غير." المهم أنا ما بقيت شاك، نهار الأول نهار الثاني، والسيدة ولات فيها الزروقية، ولات فيها الحمورية، ولات فيها القميش. قالت لك: "ما تخافش وما هادي غير خُذ راحتك، أنا عاجبني هاد الشي، باغا نعيش معاك شي حاجة اللي عمرني ما عشتها، أنت عندنا فرصة دابا الدار خاوية، نعيشوا الحياة ونديرو، 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 ونديرو." وباغا داك الشي ديال تيرشرش وبغيت تلوح عليا الفلوس وبغيت نشطاح وبغيت نفعل. المهم السيدة مهووسة بشي حاجة سميتها الفلوس، بغات تعرف شنو عندي وفين مخبي، وحل ليا البلاكار ديال الوالدة، بغيت نلبس ذهبها ونزوق بيه وهذا. قلت لها: "ما عنديش الساروت وهذا." المهم ما ارتحيتش ولكن ما ديت ما جبت، قلت السيدة باقا عروسة جديدة مزعزعة وباغا تختارع ماشي مشكل. المهم فعلًا هاديك الليلة زدت شوية في لا دوز، يعني كان شوية العصا، شوية يعني استعملنا البزيم كيف قالت هي. المهم في الصباح كنسول فيها: "كي بقيتي كي درتي؟" كتبان لي السيدة مكارفصة، ولكن هي قالت لك عاجبها الحال وضاحكة وناشطة، ما خاصها حتى خير. قلت ليها: "واش نبقى معاك، واش نديك عند الطبيب، واش ندير لك كمادات؟" "لا، لا ماشي مشكل، غير سير لخدمتك." مشيت لخدمتي. رانا كنتفاجأ مع تقريبًا شي 3 ديال العشية، حيت أنا كنخدم النهار كلّه. 3 كيعيط ليا الجار كيقول ليا: "آجي واش نتوما واش عندكم شي رحيل، واش عندكم شي حاجة؟" قلنا ليه: "لا ما عندي حتى شي حاجة." قال لي: "آجي راه بان ليا راه واحد الترونسبورتور واقف هنايا راه كيهبطوا في الرحيل، اش كاين؟ واش عندكم شي حاجة؟" سولنا السيدة، لقينا واحد السيدة منقبة هي اللي كتهبط في داك الشي. سولت أنايا قالت لي: "لا راه ناسي غادي يستقروا في البلاد، وراه أنا مرت فلانة العروسة الجديدة راه كنهز غير العفش ديالي غادي نتحولوا أنا وراجلي غادي نعزلوا." قلت لها: "اش كتخربق الله يهديك." وأنا نعيط للوالدة في البلاد ما كاينش الريزو، عيطت للمدام كيصوني، كيصوني، كيصوني ما كتجاوب، شوية كتقطع عليا. أنا ما قدرتش نخرج من الخدمة ما كاينش اللي يرومبلاسيني، بزز، بزز، بزز باش خرجت. جيت كنجري للدار لقيت يدي والريح، دخلت لقيت جاري كيتسنى قال لي: "راني شكيت لأن السيدة منقبة أنا عمرنا ما شفناها وطالعة نازلة ومعاها الناس كيهزوا هذا." سولتها المدام قالت ليها: "راه حنا اش كاين راه الناس راه غيستقروا في البلاد وأنا غادي نعزل أنا وراجلي، لأن العروسة جديدة." هاد الشي كنقول لكم ما ضرباتش عندنا العام، يعني أصلًا الجيران ما كانوش كيعرفوها مزيان. دخلت للدار كنلقى الماريو ديال الوالدة مفروع،
كنلقى فين ما كانت شي حاجة غالية، الثلاجة، التلفازة، البيسي ديال ولدختي، غير داك الشي اللي عنده القيمة ما كاينش. كنعيط للسيدة ما كتجاوبش، ما فهمت والو. ما عرفت دخت بيا الأرض، قلت ليه ما بقيت عرفت شنو طرا. وأنا في ديك الساعة شديتها جرية وحدة مشيت لدارهم، مشيت عند والديها. كندق يخرج ليا باها. باه النهار الأول شفنا السيد العمر هذا داخل سوق راسو، ما معمرش السوق، مخلي الأم هي اللي كتدوي. قال لك حنا اللي قالوها العيالات كنقولوا واخا، قال لك حنا قلنا ماشي مشكل. المهم السيد ما كاينش في هذا العالم، دخل السلام عليكم السلام عليكم، راش واقع؟ قال لي انا ما في خباري والو، ما شفت بنت، ما جات عندنا بنت. قال لي الله يهديك، راه بنتك فلانه راش دارت، راه مشيت لقيت اش وقع في الدار، اش وقع في الدار. قال لي ما شفت شيء ما ريت شيء. حيحت تما فينا، قلت لي راه البلاكار غنعلم البوليس، راه البلاكار ديال موي راه مهريس، راه ما كاينش ذهب موي فلوس الوراق هذا. قال لي ما في خبارنا، دخل بغيت تقلب دخل قلب، راه مرتك راه ما عندناش، مرتك حنا عطيناها لك، ما شحال هادي ما جات عندنا، ما في خبارنا والو. المهم مشيت ديكلاريت، دخت بيا الدنيا، ما بقيت عرفت باش تبليت. ملي مشيت باش نديكلاري، عطيتهم لي كوردوني ديالي، قالوا لي فلان عليك كنقلبوا. اجي بسم الله، انت اصلا ديكلاريها بك مرتك وديرها شهاده طبيه فيها مده يعني لا يستهان بها، وكلها زرقاء وكلها حالتها حاله مكرفصه، بانك تعديتي عليها وبانك فعلتي لها وتركتي لها. اودي انا اللي جاي نديكلاري للسيده كشطات ليا الدار وزادت وما كاينش الوالدين. قال لك لا، بقى هنايا تحت الحراسه حتى نواجهوكم ونشوفوا شنو كاين. السيده راه جابت شهاده طبيه ودابا غادي نصيفطوها للخبره ونشوفوا شنو كاين. صدقت، معتقل فيها، عيطت لدارنا، جاو كيجريو بزاف من البلاد. طلع نزل عاد واجهونا، دوزت 24 ساعه شويه 48 ساعه. وليت خايف تمشي لي خدمتي. اش درت انا في حياتي اللي وقع ليا هادشي كامل، اللي لقاني الله مع هاد 7 الايام. من واجهونا انت ضربتيني وفعلتي ليا وتركتي ليا، ودابا بغيت براتي ولا ما تنازلش ليك. كنقول لها ذهب امي وفلوسي وداكشي اللي ديتي لينا. قالت لي ما ديت ما هزيت ما حتى شي حاجه. انايا خرجت من الدار، هزيت حوايجي، جبت ترونسبورتور، هزيت الحوايج اللي جبت معايا نهار الاول. قلنا لها نهار الاول اش جبتي بباليزتك. المهم قالت لك بغيتي نتنازل لك باش تخرج، اعطيني براتي ندير معاك، يا اما ندير معاك طلاق اتفاقي وتعطيني حقوقي، يا اما بقى تربى. وبقيت شفت كنقول بنت الناس على الشيطان، انا اش درت ليك، انا اش فعلت ليك هذا. قالت لي ضربتيني وفعلتي لي ودرتي لي، وشوف الحمي كي دايره، وراه عندنا الشواهد الطبيه، وما بغاش تزيد معايا الهضره. مشاو والديا عند والديها، دخلوا عليهم، بالله ما داروا. قال لهم حنا البنت ماشي تحت يدينا، الله اعلم ما نتقلدش واش والديها مقرينها ومعلمينها ودايرين في راسهم ما يتعاود، واش هي دات داكشي من راس السيده مزعزعه، ولا شي باترونه وانا ما في خباريش دوزت عليا الدكاكه. ولا كيدخلني الشك اصلا هذيك السيده واش فعلا فاش نهار خداتني واش كنت انا الاول في حياتها ولا لا. لان السيده بانت ليا عارفه بزاف د الحوايج اللي انا عزري ما عارفهمش. وهاد الخطه الجهنميه اللي دارت لي اللي خلاتني، شكون غير كون عرفتها غدير لي الحال كون شبعت فيها نيت، اللي خبرت غديدي نيت، ماشي كنضرب ونقيس حتى بعدين مشات ديكلارات بيا نكون بعدا درت علاش. اما هاد كيقول لك الرو الدولي دارت ليا ما توقعتهاش. المهم مشيو عند والديها دارهم غير باش تنزل ليا، واخا تنزلت ليا ضروري ما كيكون داك الحق المدني. خسرت خدمتي، عطيتها حقوقها، دات ليا ذهب الوالده والرزق اللي خبيت عند الوالده، الوراق ديالنا، ولينا بغينا غير وراق خواتاتي كنطالبوا فيها باش تعطيهم لينا. ما قالت لك مسحات السما بلي قالت لك ما هزات حتى شي حاجه. المهم دوزت ديك الايام اللي تحكمت بها، طلقتها. دازت عليا واحد الازمه نفسيه خايبه بزاف. الوالده مسكينه مرضات طاحت شدات الفراش، لان كتقول لك انا سبابك، انا اللي قلبت لك على هاد العروسه، انا اللي جوجتها ليك. واحد الازمه خايبه بزاف. الحمد لله دابا خرجت، بديت كنحاول نبني حياتي من جديد. ما بغيتش ناخذ ديك الفكره الخايبه على العيالات، كيف كنقول كيف ما كاين بنات الناس كاين ولاد الناس، وكيف ما كاين ولاد الحرام كاينين بنات الحرام. شحال من راجل خاصو مرا وشحال من مرا خاصها راجل، ولكن هذه خديت عبره و وواحد قرصة ودن اللي عمرني ما غنساها. عمرك ما تثق
وعمرك ما تطيح على زنافرك. يعني انا باش جات باش دارت، الوالدين شافوها صافي اتفقنا، صافي تكاتبنا، ما سولنا عليهم، ما جلست معاها، ما ديت معاها وجبت في الهضره، ما دوزت معاها شهور الخطوبه، ما عرفت هاد السيده كيفاش كتفكر، فين كانت، شنو ماضيها، ما سولت على والو، خليت كلشي بيد الوالدين وتوكلت على الله. ولكن هذا درس خديته ودمر لي حياتي حقا، ومرضت في أعصابي ومرضت في عظامي لأن الوالدية. ولكن اتعظت منه، وليت دير اتونسيون من جناب جنابي، مبقيت كنثيق في حتى شي واحد. وهي قلت الله ياخذ فيها الحق، ضقتي ما غنخليهاش. انا كنطلب سيدي ربي، كنقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، وما غاديش ننسى هادشي دارت ليا، وغادي غادي ناخذ حقي اللي ما خديتوش في الدنيا غناخذو في الاخره. انا انسان اللي درويش وضحكت عليا، ولكن انا ما بغيتش نمشي ننتقم باش ما نزيدش ندمر والديا ونرجع للحباسات ونعاود نضيع مستقبلي. يكفي ما ضاع ليا من مستقبلي وخدمتي اللي ضاعت وشحال من حاجه ضاعت. فقلت هذا درس خديته وقررت نبارطاجيه معاكم باش تتعظوا وما تجيوش وتطيحوا على زنافركم. ما ناخدش خطوه سواء للبنت او الولد، شحال من ولد دار هادشي للبنت والعكس صحيح. يعني نقولوا الله يلاقينا مع ما احسن منا.